السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين الوصفة اللي تجنن؟ يعني كذا نوع من كذا حاجة واحدة عملت لي انواع كتير، وفرت لي وفي نفس الوقت عملت حاجة نظيفة لاولادي، ما حرمتهمش من حاجة وخليت في نفسهم حاجة. انا عملت دلوقتي معايا كذا صنف للولاد بيحبوه جدا، كل الولاد بيفضلوه. كان معايا 900 جرام بانيه، يعني اللي هو الصدر على بعضه زي ما احنا شايفين كده. انا نضفته كويس ونقعته في خل وليمون وملح وظبطت الدنيا، يعني وصلته كويس جدا. وبعد كده قطعته عشان افرمه في الكبة. وبعد كده يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي، او عملنا منه ايه. احنا هنعمل منه كذا نوع للولاد بيفضلوه بيحبوه، بمكون جميل جدا وبرده مش يعني حاجة مش هتضر ولادنا. بطاطس هنهرسها، يعني أنا كان عندنا 4 بطاطسات ولا كبار ولا صغيرين. أنا سلقتهم كويس أوي وفرمتهم كده زي ما إحنا شايفين، وحطيت عليهم الفراخ المفرومة. هاحط عليهم معلقتين نشا و3 معالق فيجيتار مبهر أصلًا، شوفوا أنتم بتحبوا spicy والّا لأ، و3 بقسماط مطحون. تمام كده. باحط البهارات معلقة كبيرة من كل حاجة، فلفل أسود و مفروض بصل باودر وتوم باودر وبهارات فراخ، وربع معلقة أو نص معلقة جنزبيل. وكمان باحط الملح بقى، يعني على حسب التيست بتاعكم. الملح هنا جه معايا سنة، يعني كان مالح سنة بسيطة، بس انتوا اظبطوا الملح. يعني انا كنت حاطه معلقه كبيره، لا احطه اقل شويه منها. تمام، بنفس المعلقه بتاعه البهارات. تعالوا دلوقتي هنعمل اول صنف معايا الكوردون بلو. الكوردون بلو ده يعني صنف الولاد كلهم بيحبوه، بتحشوه اي حاجه، حشوه اقتصاديه معانا. دلوقتي انا جايبه، كان عندي اللانشون اللي هو سلامي دوت السلامي، وكان عندي جبنه موتزاريلا. واصلا اللانشون نفسه يعني نوعه نضيف شويه، بس تجيبوا فيه بقى يا محشي بزيتون يا جبنه يا ساده خالص، دي على حسب ما انتم ما بتحبوا. تمام كده. بس كده باحط بقى زي ما إحنا شُفنا بافرد قطعة وباحط اللانشون وعليه الجبنة وأبرمها كده عشان تدّيني صُباع زي الcordon bleu بالضبط. تمام. بس كده بُصّوا أهو، أنا باعمله كذا مرّة قصادكم، وهاعمل كذا واحدة كمان علشان تشوفوها اتعملت إزاي. أنا هنا جِبت صينية حطيت في تحت الحاجة يعني كيس، علشان الحاجة ما تلزقش في الصينية وأنا باطلّعها من الفريزر، لإن أنا هاحطها في الفريزر تجمد شوية يعني، فعشان ما تكونش لازقة وتضايقني. بس بُصّوا كده إحنا فردنا وحطينا، وبُصّوا طريقة إن إحنا نلِم الصباع على بعضه، صباع الcordon bleu أهو. بجد يعني طريقة موفّرة واقتصادية جدًا، جدًا، ومش مكلفة، وقريبة للكوردون بلو الأصلي. يعني طعمها يمكن عشان بس التاني بيبقى من غير لحمة مفرومة، يعني فراخ مفرومة ببانيه مدقوق يعني وكده، وشغلانة تانية خالص. بس صدقوني ما فرقتش، الولاد بجد عجبهم جدًا، وكان بالنسبة لهم حلو أوي، أوي ولطيف يعني. وإن هُم ياخدوا الحاجات دي في المدرسة، برضه بتبقى الولاد بيحبوا حاجة زي كده، لإن في ولاد كتير بياخدوا مثلًا برجر، كفتة، مش عارفة إيه. فولادنا ما نحرمهمش من حاجة. حاولوا إن أنتم تعملوا الحاجة بأبسط الطرق وبأقل التكاليف، وبرضه أنضف وأوفر من برّه. رغم الظروف اللي إحنا فيها الناس كلها يعني، الغلا اللي بقى مع الناس كلها، بس أنتم تقدروا تضبطوا الإمكانيات على حسب الإمكانيات بتاعتكم. وتضبطوا الدنيا عشان ما برضه ما تحرموش ولادكم. بُصّوا هنا خلّصت الصوابع اللي أنا الكمية اللي أنا خدتها بعد ما قسمت طبعًا الكمية بتاعتي بتاعة الكفتة كلّها يعني، أو الخلطة نفسها بتاعة البانيه. وهاخد دلوقتي تاني حاجة. تاني حاجة المفروض إن أنا هاعمل إيه، هاحط في الصينية اللي إحنا قدامنا دي أي صينية كده مقاس مناسب، يعني مش كبير ولا صغير، وفي نفس الوقت عشان أعرف إن أنا أقطعها زي الستريبس. أنا هنا بقى كانت حصلت معايا شغلانة لطيفة جدًا، جدًا بصراحة، يعني لا أُحسد عليها. أنا بعد ما خلاص ضبطت الدنيا وباحطه بقى في المكان اللي جمِّد فيه شوية عشان أعرف أعمل الcover بتاعها، فوقعت منّي. فعملت يا دوبك حاجة بسيطة strips زي الstrips بالحاجة اللي أنتم شايفينها دي، والباقي كمّلته nuggets بقى يعني. بس كان لطيف بصراحة. هنشوف دلوقتي الدنيا يعني بعد ما أطلّعه. تمام. دلوقتي أنا عندي إيه، أنا عندي باعمل البرجر. البرجر ده من نفس الخليط طبعًا.
وهيكون كده على الجريل هيتحط ومش هيفك مننا خالص، ما تقلقوش من النقطة دي. بس هو في حاجة بقى، في ان احنا ليه انا ما عملتوش برضو بالكفر اللي احنا هنشوفه دلوقتي، علشان اعمل للولاد كذا نوع من كذا حاجة، يعني يبقى مش كله شبه بعضه، يعني حاجة مختلفة وفي نفس الوقت يبقى تغيير، ان انا اطلع لهم كذا صنف من حاجة واحدة. بس انا بصوا بعمله كده في الكباس بتاع البرجر ده، بجد كان لطيف. هو يعني ما كانش تخين قوي، كان مظبوط على اساس ان يتعمل كده كل واحد سندوتشين 3 في المدرسة، يبقى حاجة لطيفة وفي نفس الوقت برضو وفرت معايا وعملت كمية كويسة ومحترمة. بصوا كده ده الجزء اللي انا خدته، عمل بتاع 10 برجر، يعني معقول اللي هو في نفس الحجم، لانه هو مش بيكش زي الفراخ زي اللحمة سوري، بس عمل حجم كويس يعني كمية كويسة. دي بقى هنعمل دلوقتي كوردن بلو. كفر بتاع كوردن بلو بجيب بقسماط على الفيجيتار وبقلبه ببعضه مع معلقتين نشا، واحط ابهر البقسماط خليط البقسماط، واجيب البيض برضو ابهره، واجيب الدقيق برضو ابهره، ومع النشا طبعا اللي انا قلت عليها دلوقتي. بحط بقى بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، ملح، بس برضو مش كتير علشان الحاجة اللي جوه التتبيلة نفسها ما تكونش كله مع بعضه يبقى حادق، يعني تدينا التيست بتاعنا ما يبقاش حلو، لان انا بحاول اظبط كل حاجة بيبقى فيها ملح بس بقدر بسيط، يعني علشان يبقى كل حاجة معايا مظبوطة في ملحها. هعمل ايه؟ جبت اهو الكوردون بلو طلع من الفريزر، بحطه في الفريزر بيبقى اسرع بصراحة، لسه يعني التلاجة بياخد وقت كبير، فبحطه في الفريزر على طول. بحطه في الدقيق دلوقتي زي ما احنا شايفين، وبعد الدقيق بحطه في البيض، وبعد البيض بحطه في خليط البقسماط. هنا كانت عمالة تقع مني عشان ماسكاها بالشوكة، فحبيت ان انا اجيب حاجة اكبر شوية واجيبها بيها. بس كده، فبحطها بقى كويس في الخليط بتاع البقسماط زي ما احنا شايفين، بحيث ان انا اكبسها شوية واكبسها كويس، بحيث ان الحاجة ما تقعش عليها، الكفر ما يقعش عليها. بس برضو بجيب التانية وهكذا، انا بوريكم كذا واحدة عشان برضو تبقى الفكرة واصلة لكم. بجد كان يعني الحاجة دي قعدت معايا فترة كام يوم، و... وعملت مع الولاد كذا، يعني كذا يوم فترة حلوة. مش وقت كبير جدا، بس لأ عملت معايا كذا يعني كذا يوم حلو مع الولاد، وبتقعد معاكي تعملي معاها حاجة تانية جنبها، اللي انتي حبيتي تعمليه بجد هتفرق معاهم جدا، وان احنا كمان ما حرمناهمش من حاجة خالص. انا بحبها في فترة المدارس. انا خلصت خلاص الكوردن بلو، حطيته في الفريزر، بقى بقية البقسماط رحت حاطة عليه الكورن فليكس اللي هو بتاع الحاجات دي، يعني بتاع الكفر بتاع زي البانيه والحاجات اللي هي زي اللي بره. بصوا بقى هنا كان خدت يا دوبك بس طبق للستريبس، وبعد كده لقيته وقع بقى، فلحقت الباقي زي الناجتس، يعني عملته ناجتس. بس فزي ما احنا شايفين برضو قطعناه ازاي، يعني او يعني كونا القطعة بتاعتنا ازاي. حطيت برضو في الدقيق، وبعد كده الخليط البيض، وبعد كده حطيته في الكفر اللي فيه الكورن فليكس علشان يدينا شكل زي الشكل اللي بره هنشوفه دلوقتي. هيفرق جدا مع الولاد، الشكل نفسه هيحسسه من حاجة مختلفة. والطعم بصوا الكوردن بلو اهو، وادي الستريبس، وادي الناجتس، وادي برجر، وده كان برجر لحمه انا عملته كمان، بحب اعمله، انا كنا عاملينه مع بعض، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فبجد بجد يعني الحاجات دي بتنفع جدا. انا عملته هنا نفس الكميه التانية اللي انا كنت عاملاها معاكم، بس التانية كانت جامبو، كان الحجم الواحده باتنين من دي، لان انا دي برضو مصغراها شويه، بحيث ان هي برضو بصوا كده الشكل تكفي معايا. بجد كانت يعني حاجة فيها وفرة ونظافة، ويعني ما نحرمش ولادنا من حاجة، نحاول بقدر الامكان ان احنا نشبعهم من اللي هم عايزينه واللي نفسهم فيه، ما نحرمش نفسهم من حاجة. وجربوها بالطريقة الاقتصادية اللطيفة دي هتعجبكم جدا جدا. انا عملت معاكم كذا حاجة قبل كده، بصوا على القناة كده هتشوفوا كل حاجة موجودة، ويا ريت تعجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.